السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ورجعنا بفيديو جديد. والنهارده هنتكلم عن الساعات الالترا كوبي. الساعات دي منتشره في السوق بطريقه كبيره جدا، وممكن تشتريها باسعار متفاوته. يعني ممكن ب 350 جنيه تشتري ساعه الترا كوبي، وممكن تشتريها ب 2000 جنيه. وايه الفرق ما بين الساعات دي؟ كل ده هنعمله في المقارنات بتاعه الفيديوهات الجايه. بس النهارده هنتكلم عن احسن نوع موجود دلوقتي، وهي الاتش كي 8 برو ماكس. هي يعتبر انضف نوع موجود حاليا ومشابه للابل ووتش. فالنهارده هنعمل مراجعه للساعه دي ونشوف هل الساعه دي تستاهل ال 1500 جنيه، يعني هتاخد قيمه مقابل سعر في الساعه دي، ولا هنرجع للمسمى انها ساعه كوبي. والفيديو اللي بعد كده هنعمل مقارنه ما بين ساعه معتمده من شاومي والساعه كوبي. فاهم حاجه ما تنساش الاشتراك، ويلا نبدا الفيديو. اول حاجه هتاخد بالك منها هي وزن الساعه. يعني الساعه هنا هتلاقيها تقيله شويه، يعني عامله تقريبا 51 جرام. في ناس ممكن تقول لك تقيله، وفي ناس ممكن تقول لك لا انا متعود على الساعات اللي بالوزن ده. بس عامه تقيله او خفيفه، انت مجرد ما بتلبسها يومين ثلاثه بتلاقيك اتعودت على وزن الساعه في ايدك، مش هتحس بالساعه في ايدك. ولو هنيجي بقى للخامات، فالساعه هنا حرفيا مش هتقدر تقول عليها كوبي، لانها التقفيل بتاعها ممتاز جدا، والمعدن هنا ممتاز جدا. هل هيجي بعد فتره ممكن تحس اللي هي غيرت او الكلام ده؟ فالله اعلم. بس هنا هم بيقول لك ان الساعه الهيكل الحواف او الهيكل الخارجي ده مصنع من ماده التيتانيوم، يعني ساعه معرضه او ساعه مقاومه للصدمات، مقاومه للخدوش، ومش بتتعرض للصدى. فده على كلامهم، بس حرفيا من لمستك للمعدن ده فالخامات هنا ممتازه جدا. ولو هنبص ورا هنا فعندك هنا المسامير حقيقيه، يعني ممكن تفك الساعه منها مفيش اي مشكله. وعندك هنا الزرار بتاعه الاستراب او الاستيك، فهي برضو زراير حقيقيه. وعندك هنا السنسور. ولو هتيجي بقى للساعه هنا فعندك 3 ازرار رئيسيه في الساعه. عندك زرار الباور او البكره دي، وعندك هنا الزرار بتاع التدخل السريع او فتح المهام، وعندك هنا في مايك. ولو هتبص في الناحيه الثانيه هنا عندك الزراير بتاع النمط الرياضي، وعندك هنا السماعه الخارجيه، ومن تحت هنا زي ما قلنا هنا الفتحه بتاعه استراب، ومن الناحيه الثانيه برضو. فهنا ده كان الشكل الخارجي للساعه. فكخامات فهي الساعه ممتازه جدا، ما فيهاش اي مشكله. ولو هتبص لتاني حاجة في الساعة فهي الشاشة هنا جاية بمقاس 2.02 انش من نوع اموليد، وبدقة 520 في 485. وده اللي هيخليها تتغلب على اي ساعة موجودة دلوقتي حرفيا. كألوان، الالوان هنا بصراحة روعة، متشبعة جدا، والتباين بتاع الالوان وزوايا الرؤية حتى تحت اشعة الشمس مش هتحس بأي مشكلة. فهنا الشاشة من نقط قوة الجهاز. ولو هتبص هنا للحواف بتاعت الشاشة فالحواف هنا شبه معدومة، والحواف قليلة جدا. فالشاشة هنا من ضمن مميزات استغلال الشاشة. فعندك شاشة كبيرة، ودي برضو حبيت اتكلم عليها لانها نقطة بصراحة عجباني جدا. ولو هنبص بقى لنظام التشغيل فنظام التشغيل هنا ممتاز جدا وقريب للاساسي، يعني مش هتحس اللي فيه فرق ما بينها وما بين الساعة الاصلية. يعني انا حرفيا بستحرم اقول على الساعة دي انها ساعة كوبي، لان الساعة دي لو كان لها اسم او كانت من شركة من الشركات المعروفة كان الساعة دي هتكتسح في السوق. زي ما قلنا الساعة ممتازة جدا. ولو بصيت هنا هتلاقي كل حاجة قريبة للنظام الطبيعي او النظام الاساسي للساعة. وطبعا لو انت ملاحظ فالسرعه هنا او الساعه هنا سريعه جدا، وده علشان البروسيسور او المعالج اللي موجود في الساعه اللي هو الاس اف 32 ال بي 551. المعالج ده كساعه او المعالج ده محطوط في ساعه فهو معالج محترم جدا، مش هتحس ان فيه لاج في الساعه. فالساعه بصراحه ممتازه جدا. ولو هتبص للنظام التشغيل في الساعه، يعني لو نزلنا من فوق كده هيقول لك على الاشعارات اللي جات لك في التليفون. ولو هتطلع من تحت لفوق كده هيقول لك على القوائم بتاعه التدخل السريع. يعني مثلا لو تليفونك ضايع والشحن والنوم والكلام ده كله، لو عايز تقفل الساعه بتاعتك يعني مجرد ما بتضغط على القفل هنا خلاص هنا الساعه علشان تيجي تفتحها او اي حد مش هينفع يفتحها، لازم تضغط على زرار الباور 3 ثواني هتلاقي عندك الساعه فتحت عادي مفيش اي مشكله. وعندك برضو هنا لو هنا مثلا عايز الاولوز ديسبلاي، يعني مجرد ما بتضغط هنا وبتقفل الساعه يعني الساعه عندك مقفوله خلاص،
وعايز تفتحها بتفتح كده بتلاقي الاولوز ديسبلاي، ودي علشان توفر في البطارية معاك. عندك حاجات كتير ممكن تستخدمها. وعندك هنا برضو ده الكشاف لو عايز تفتح الكشاف بتاعك. لو بتضغط هنا هتخش على قائمة، فالقائمة هنا عندك هتلاقي حاجات كتير جدا ممكن تستخدمها. يعني هتلاقي مثلا عندك الحاجات اللي موجودة في الساعات، الكشاف، الكاميرا، لو تليفونك ضاع البحث عن التليفون، البوصلة، الموسيقى، الإضاءة، الحاجات دي كلها موجودة في الساعة. يعني أنا مجرد ما لو اتكلمت عليها فأنا بكون بضيع وقتك على الفاضي. زي ما اتفقنا الحاجات دي موجودة، حتى الآلة الحاسبة والكلام ده كله. ولو هتتكلم مثلا في حاجات موجودة زي الاتصال هنا من ضمن المشاكل اللي انا ممكن بتكلم عليها، او اللي انا شايفها نقطة ضعف في الساعة دي، اللي هي انك تضيف اسماء. هنا دي ناس كتير ما اتكلمتش عن المشكلة دي. هنا انت عندك ان انت ممكن تضيف 8 اسماء بس مش اكتر، ودي هنشوفها برضو لما نيجي نرجع للابليكيشن على التليفون. اوريلكم برضو النقطة دي. اي حد هيقدر يتصل بيك هيتصل بيك عادي، الرقم هيظهر بس من غير اسم، لان هنا الساعة مرتبطة انها مش هتظهر لك اسم الا لما تكون انت عامل له كونكت او انت رابطه على الساعة. فزي ما قلنا هنا الساعة بتشيل 8 اسماء، ودي تقريبا نقطة الضعف اللي انا شايفها في الساعة. ولو هنبص للقوائم دي زي ما موجودة في الساعة الأصلية أو الساعة بتاعت أبل، مجرد ما بتضغط ضغطتين بيجيب لك شكل قوائم متغير وممكن تغير منها. وزي ما قلنا برضو البقرة دي ممكن تغير منها، ولو ضغطنا ضغطتين برضو هتجيب لك شكل جديد لقوائم. ولو عندك برضو ضغطت ضغطتين هيجيب لك شكل جديد. فانت حسب الاختيار اللي انت عايزه. وزي برضو ما اتفقنا الزرار ده مجرد ما بتضغط عليه ضغطة بيجيب لك القوائم المفتوحة او المهام المفتوحة. ولو انت ملاحظ سرعة الساعة زي ما قلنا المعالج هنا ممتاز جدا. وزي ما اتفقنا برضو ان الزرار ده ممكن تستخدمه في التنقل بين القوائم، يعني تطلع وتنزل والكلام ده كله. ولو هنبص برضو لو جينا للزرار الاورنج او البرتقاني ده، مجرد ما بتضغط عليه بيجيب لك القوائم الرياضية بقى، الجري، المشي، السباحة، ركوب الدراجات، الكلام ده كله. فهتلاقيها موجودة كل الانماط الرياضية، مفيش اي مشكلة عندك. لو هنتكلم بقى عن المايك، فالمايك هنا انا شايفه ممتاز جدا، من انظف المايكات اللي انا شفتها في الساعة. يعني سواء انت او المتصل فالصوت بيبقى واضح، وجربتها في حتت زحمة وفي الشارع فكان الصوت واضح جدا ومفيهوش اي مشكلة. وبرضو هنجرب الاتصال علشان تشوف مدى نقاء وعلو الصوت. يعني مثلا لو هنجيب هنا الاتصال ونشوف مثلا اي اتصال ونجربه، جيب جهة الاتصال. مثلا لو هنجيب اي حد مثلا ونتصل بيه، انا كده مفروض بكلمك من الساعة. الصوت ده انا يعتبر واقف في البلكونة، يعني في صوت دوشة، والصوت اللي واضح عندك ده كده اللي خارج من سماعة الساعة. لو هنتكلم بقى عن السنسور اللي موجود في الساعة، هل السنسور ده حقيقي وطبيعي ولا مش هتقدر تعتمد عليه؟ لو هنبص في مثلا الخطوات كمشي، جري، التحرك، الكلام ده كله، فانت ممكن تعتمد عليه عادي وبيديك ارقام قريبه جدا للطبيعه، ما فيهوش اي مشكله. لكن لو هتتكلم بقى عن حاجه زي مثلا قياس القلب والاكسجين في الدم والكلام ده كله، فطبعا هنا هتلاقي السنسور فيك، يعني مش هيديك الارقام الحقيقيه او مش هتقدر تعتمد عليه. طبعا ساعات بيديني ارقام قريبة للحاجات الطبية، لكن مش كل مرة بيديك نفس الأرقام. فهنا زي ما اتفقنا إن الساعة هنا جاية بخامات ممتازة جدا، وجاية بشاشة ممتازة جدا، وجاية بمعالج قوي. مش هيبقى كل ده بحوالي 50 دولار في الساعة دي. يعني لو هتتكلم عن ساعة زي اللي موجودة في شاومي دي، هنا مثلا هتلاقي الشاشة TFT، هتلاقي هنا الخامات جاية من البلاستيك، وهنا الرابر مش قد كده. فهتلاقي هنا عطيلك السنسور طبيعي او ممكن تعتمد عليه، مفيش اي مشكلة. على عكس هنا هتبقى عطيلك زي ما اتفقنا ساعة جاية كشكل اكتر من انك تعتمد عليها في حوار حاجات الطبية. لو برضو عايزين نخش ونقيس مقارنة دي مع الساعة اللي في ايدي من شاومي، بس عايزين برضو نشوف ازاي بنركب الاستراب على الساعة. يعني هنا جايب الاستيك زي ما اتفقنا، جايب الاستيك الاورنج ده، وطبعا في استيك اسود لو انت
اخترت اللون بتاع او اللون الاسود. وطبعا في حاجات هنا اكسسوارات انت بتشتريها، وفي انواع كتير جدا ممكن تشتريها. يعني انا اشتريت الاستراب القماش ده ومطاط كده شويه، فعجبني الشكل بتاعه. ولو عايزين نركب الاستراب فعندك هنا جزئين معدن، ممكن تخش من ناحيه الزراير هنا وتدخل اللي هي الاتجاه اللي فيها الثلاث نقط سود، وعندك الناحيه التانيه نقطتين. فزي ما اتفقنا هتخش من هنا من الثلاث نقط السود دي وتدخلها هنا، مفيش اي مشكله، هتلاقيها حكمت معاك في الساعه. ولو هنبص من الناحيه التانيه برضو الثلاث نقط السود هتدخلها في جنب الساعة من ورا وتضغط كده، خلاص هتلاقي الساعة حكمت معاك. ولو عايز تخرجهم برضو لازم تضغط على الزرار ده كده وتطلعها من نفس الاتجاه اللي دخلته منه، فخلاص هتلاقي الساعة خرجت معاك، مفيش اي مشكلة. لو عايز تغير اي استراب فمفيش مشكلة. لو هنتكلم بقى هنا عن البطارية، فلو هنتكلم عن البطارية فالبطارية هنا جاية بسعة 380 ملي امبير كحجم، مش وحشة لساعة. بس هنا الساعة علشان فيها وظائف كتير، البطارية هنا بتقعد في الساعة حوالي من 4 ل5 ايام كتشغيل او رابطها مع التليفون. بس اللي وحش هنا فعلا هو وقت الشحن، يعني الشحن هنا بيقعد حوالي 3 ساعات ونص علشان يشحنلك البطارية من 0 ل100 في المية. فدي المشكلة اللي قابلتني مع الشحن. فهنا كبطارية زي ما اتفقنا البطارية ما فيهاش اي مشكلة. طبعا يجي بقى البرنامج الوير فيت برو، زي معظم البرامج الموجودة على الساعات السمارت. هنا اول حاجة هيقول لك الحاجات الاساسية عندك، اللي هو انت مشيت قد ايه، حرقت كام كالوري، والنوم بتاعك سواء نوم عميق والكلام ده كله، عندك صحة القلب وضغط الدم والاكسجين في الدم والكلام ده كله مفيهوش اي مشكلة. لو هتيجي هنا في السبورت فهنا بيقولك على الدورات اللي انت ممكن تعملها مع نفسك سواء جري او ضغط، حاجات كتير بقى انت ممكن تمشي عليها. وهنا جيمز لو عايز تنزل العاب، وبالمناسبة هنا هتلاقيه حاطط لعبة في الساعة عشان يوريك مدى قوة الساعة او المعالج الموجود في الساعة. فزي ما اتفقنا هنا المعالج مفهوش اي لاج والمعالج قوي جدا. ولو برضو هنيجي نكمل البرنامج بتاعنا، هنا هنخش هنا هيقول لك انك رابط مع تليفون مفيش اي مشكلة. وهنا لو هتبص هنا في السمزات بتاعتك، وللاسف في سمزات كتير بفلوس وفي برضو مجاني، واللي انت عايزه بقى تختار. يعني مثلا لو عايز تثبت سيم او عايز تعمل اي سيم، تيجي مثلا على تركيب وتضغط هنا تركيب، هتلاقي تلقائيا الساعة هنا تعمل زي لود او لودنج علشان تحمل السيم اللي انت عامله على التليفون. لو بصيت هنا هتلاقي السيم بتاع الساعة اتغير، وعندك اشكال كتير جدا ممكن تغير بيهم الشكل بتاع الساعة بتاعتك. طب لو انت عايز تعمل سيم متغير او السيمات اللي هي بالصورة بتاعتك، بتيجي هنا عند اخر حاجة وتعمل تحرير، وبعد كده هنا بتختار اي صورة مثلا انت عايزها. لو مثلا اختار صورة زي دي مثلا وتعمل اوكي، وبتختار من هنا نلغي دي مثلا، وتختار من هنا الاسلوب، يعني بتختار شكل الساعة او طريقة الكتابة. مثلا لو هنختار دي، بعد كده الموقع بتاعها عايزها فوق تحت ايا كان، وبعد كده بتعمل تركيب مفيش اي مشكلة عندك. لو بصينا هنا هتلاقي عندك السيم بتاعك اتغير بالصورة اللي انت حابب تحطها. طب لو هنتكلم برضو في نقطة تانية، وهي لو رجعنا هنا، لو بصينا هنا بيقولك التنبيهات والتقارير، الحاجات دي كلها انت ممكن تظبطها. بس لو هنيجي بقى للنقطة اللي كنا بنتكلم عليها في نص الفيديو، وهي جهة الاتصال. يعني هنا لو حد اتصل بيك بيظهر لك 8 ارقام فقط. يعني لو بصينا هنا في جهة الاتصال، ولو بصينا هنا دخلنا هتلاقي مثلا انا حاطط لك 3 اسماء. لو بصينا زي ما اتفقنا، لو جينا هنا في جهات الاتصال هنا بيتيح لك ان انت تزود 8 ارقام فقط لا غير. يعني لو حطينا مثلا اي ارقام هنا تمام، ونحط هنا ونجيب هنا مثلا رقم تاني، ونجيب مثلا اي حاجة، هنا بتلاقي علامة الزائد اللي موجودة هنا اتلغت. يعني لو بصيت هنا مفيش علامة الزائد اللي موجودة في الاول. يعني لو بصينا هنا هتلاقي عندك 8 ارقام بس. طيب لو حد اتصل بيا
هل الاتصال بيظهر؟ هيظهر عادي جدا بس من غير الاسم للاسف. يعني انت تشوف مثلا لو انت نازل شغل ولا اي حاجه، تشوف اكتر ارقام بتتصل بيها هي اللي تبقى مسجلها. يعني لو بصيت هنا هتلاقي الارقام اللي انت مسجلها على الساعه، ودول هم الاسماء اللي هتظهر لك على الساعه. غير كده هيظهر لك ارقام بس، مفيش اي مشكله. لو جينا برضو هنا للنقطه بتاعه ترقيات، او لو في اي تحديث للساعه او للابليكيشن، هنا بيقول لك تحديث الساعه مثلا، هو بيقول لك على احدث اصدار موجود حاليا، فمفيش اي تحديث للساعه. طب من الاخر كده، لو هتبص لمميزات الساعه دي، فعندك شاشه سوبر اموليد بالوان ممتازه جدا، هتتكلم عن معالج محترم جدا، هتتكلم عن خامات فوق الممتازه. ولو هنتكلم برضو عن اكسسوارات الساعه، فليها اكسسوارات كتير ودي من ضمن المميزات. لو هتتكلم عن العيوب، فزي ما اتفقنا انها بتشيل 8 اسماء بس. ولو هنتكلم عن العيب التاني، وهي مده سرعه الشحن، وهي بتقعد 3 ساعات ونص، فدي انا كنت شايفها مده طويله شويه. وده كان فيديو بسيط لل HK8 برو ماكس. لو عجبتك ما تنساش الاشتراك، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.